الفنادق 10/10. ونتمنى ان يكون في المدينه نفس الكلام. وبالنسبه برضه للفندق ما شاء الله يعني قريب من الحرم. قريب من الحرم. كم واحد في الغرفه؟ نعم. كم واحد في الغرفه؟ لا مش كل الغرف. يعني على حسب التسكين. انا 2 بس. 2؟ هي غرفه صغيره بس في 6 في الغرفه. نتعرف بحضرتك في 4. المحافظه والاسعاف بس تعالي صورك عشان الناس. محافظه الغربيه. كانت عبد الحاج. احنا بنتكلم عن الاقامه والانتقالات اخبارها ايه في المدينه، وهل كان في اي ملحوظه او في اي حاجه تعملوها؟ في ملحوظه. اولا يعني غرفه 6 افراد في الغرفه دي كانت قريبه جدا. تمام. ثانيا الوضع الطبي مفيش خالص ومفيش اكله بصراحه. يعني ما كانش فيه حاجه اتصلت مثلا طلبت ان الدكتور يجي لك او في حاجه معينه؟ الكلام ده بعد ما زعقت وعملت مشكله ولفيت على الابسمات عشان اجيب حقنه، وبرضه جه ما جابش علاج ولا جاب اي حاجه. يعني هو جه ما فيش حاجه يعني. انا طبعا انا مش بدافع على. كان عندي حاله موت، يعني حاله تسمم، حاله موت وسقايه وبتاع وكده. زوجتي يعني. حضرتك اتصلت بحد من البعثه وقلت لهم ان عندي او ولا تواجهت للعياده؟ اتصلت من هنا من الباس، ما كانش في دكتور بعثه، طلع معانا دكتور من الحكام اللي معانا. وقال لي لو تحط برام بتاع الترجيع هنفتح على مسمات مفيش. كلمنا هنا. حضرتك ما توجهتش ليه على دكتور البعثه؟ دكتور البعثه مش موجود. رغم حضرتك البعثه؟ لا ما كانش موجود، ما فيش الا السواق اتصل باللواء، السواق ده الملاك بتاع البعثه قال لنا عايزين خدمه الانسانيه. اتصل باللواء واللواء بعت لنا الدكتور بعد الساعه 1:30 او 2. وكل اللي عمله ان هو يعرف ايه وكده وبس على كده. انا بقى كان ليا وقعه امبارح انا راجل في الحاج كان تعبان جدا، عنده طبيعي درجه حراره 7. جبت حضرتك وكان العفريت حازم موجود، قلت لها كان حازم البعثه موجود. تمام. كلمت العفريت حازم بعد حضرتك وجه جاب لي دكتور من اللي جاي معانا في الفوق في الدور الخامس. تمام. بص على اللي معانا واتفقنا ووصلنا ورحنا جبنا له. ما شفناش الدكتور بتاع البعثه، انتم تشكروا على مجهوداتكم، لكن البعثه الطبيه المفروض ايوه احنا ما بنقولش انتوا كمريض من هنا يا دكتور يجي يشوف. انا مش شرط ان انا يعني انا مش ملزم او انا مسؤول ان انا اروح للطبيب مقر البعثه، انا راجل مريض تعبان هو المفروض ينتهي. لكن انتم مجهوداتكم تشكروا عليها. لا انتم بصراحه يعني انتم مثلا انتم بس موضوع الطب احنا اللي بنشتكي منه بصراحه. انتم مقصرين. لا طب ممكن يكون في رعايه. اخبار الاقامه والبعد عن الحرم. بص يا باشا الفندق مبلغ ممتاز. بعد عن الحرم. هكمل لك بقى. ممتاز القرب حلو. ممتاز في اولا هو اولا الفندق اشتغل ولكن هو يعتبر بالنسبه لنا ممتاز. ليه؟ اولا الفندق الخدمات اللي فيه كويسه. دي النقطة الثانية انه قريب من الحرم عشان هو بأداء الصلاة. ده أهم شيء. احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ونتمنى عليه ان يكون الفندق اللي هناك نفس الوضع قريب. انا عارف انتوا تعرفوه بس احنا بنتمنى ده الحاج مصطفى ابو زيد برضه زفته من الغربيه برضه. هو ما عرفناش بنفسه. لا عشان نصور بس وانا معاك ولا جاي. تعرف بس التسجيل بقى يعني محافظه على بس التسجيل. الراجل حط ايه يا فندم ولا مزاج؟ الراجل حط الفرخه فين؟ انتوا مسجلوا معايا؟ حطها في الراجل حط الفرخه. والدكتور هيقول لي قام بالواجب كله هنا معانا في الحته. مسجلوا معايا وهم اللي قاموا وقالوا ماشي معانا على طول. الله يكرمك. اتمنى لكم ان شاء الله واقامه سعيده في مكه وشرفنا ان شاء الله باذن الله. احنا حتى لو احنا تعبنا المره عايزين اللي جاي بقى. لا احنا ما تعبناش. ان شاء الله حاجات لازم شكرا بصراحه 2004 2005 عشان كنا جايين في طب عرفنا بحضرتك الاول فتحي الدين دكتور فتحي الدين. اهلا بيك يا دكتور. سعادتك 2005 ما كانش من حلوه يعني شايف المره دي احسن يعني؟ ممتازه جدا جدا جدا. الله يكرمك يا دكتور.
بس العيب بقى اللي فيه بقى مش شال بوتاجاز، شال الثلاجه، جايب لنا الثلاجه اللي الحاجه اللي احنا جايبينها الاكل كله باظ. لا بس اقول لك بس اسمعوني، كل ما هتعلى بدرجه الفنادق مش هتلاقي غير الخدمات الموجوده فيها. كل ما هتنزل احنا عندنا الحمايه المدنيه منعت دخول اي موقدات او اي حاجه زي كده امنا على حياه الحجاج. ده افضل. احنا في ملحوظه انا باخد عليها في البعثات التركيه عاملين كده في الدور الثاني. معلش هو بوفيه، لا مش عايز بوفيه، مجرد غليتين للشاي، لان الشعب المصري من الناس اللي بتحب الشاي قوي. فكلنا جايبين معانا شاي لبن وفتله وجايبين. لا احنا كان المفروض غليتين، بدل ما كنا نيجي ناكل من التركي دي يقول لك ايه انت تركي؟ هو يقول له تركي. انا بقى رد عليك ان شاء الله زي ما تقول هو الحج حلو والمشوار حلو بالنسبه لي.